اهلا بيكم في حلقه جديده من اونيفرس ووتشر. النهارده احنا هنعمل مراجعه على احدث مسلسلات مارفل، وهو مسلسل سيكريت انفيجن. جدير بالذكر اللي احنا هنتكلم على كل حاجه حصلت فيه بالتفصيل. لذا لو انت ما كنتش شفت المسلسل اقفل الحلقه دي دلوقتي عشان هيبقى فيه حرق جامد. مسلسل سيكريت انفيجن هو مسلسل بينتمي لعالم مارفل السينمائي الام سي يو. هو تاسع المسلسلات اللي تتذاع على قناه ديزني بلس، واول مسلسل في المرحله الخامسه. ده مسلسل يبقى ميني سيريس متكون من 6 حلقات. اخر حلقه اتعرضت يوم 26 يوليو. المسلسل ده معتمد على كوميكس بنفس الاسم، اتعرضت سنه 2008. السلسله الرئيسيه كانت متكونه من 8 اعداد، ده غير عشرات التاي انز، لذا هو كروس اوفر. نيك فيوري في التسعينات بعد الحرب بين الكري والسكرولز وعد السكرولز اللي موجودين على كوكب الارض ان هو هيساعدهم ان هم يلاقوا كوكب ووطن يعيشوا فيه، في مقابل ان هم يبقوا رجالته ويعملوا له عمليات. تيلوس ورجالته بيوافقوا. نيك فيوري بعد كده بيفشل ان هو يلاقي لهم وطن، وبيحتفظ بالمعلومه دي لنفسه، بيجيله اكتئاب بعد السناب بتاعت ثانوس. بيحس ان هو بقى منهك وان هو ما بقاش نيك فيوري بتاع زمان. فبيوافق بعد الجنازه بتاعت توني ستارك ان هو يذهب في مهمه الى الفضاء عشان ينشئ سكيورتي سيستم اسمه سيبر. بس بيرجع لما ماريا هي اللي بتعرفه ان في مخطط من السكرولز ان هم يسيطروا على كوكب الارض. بنشوف ان هو صديقه تيلوس بيكون جاب ملايين من السكرولز كوكب الارض، وان هو اتطرد من المجلس بتاع السكرولز ومراته ماتت. مجلس السكرولز بيعينوا جنرال جديد اللي هو جرافيك عنده مخطط ان هو يخلي امريكا تحارب روسيا، تنشأ الحرب العالمية الثالثة، البشر يموتوا والسكرولز يسيطروا. بالاضافه لمخطط تاني ان هو يحول السكرولز لسوبر سكرولز باستخدام حاجه اسمها الهارفست او الحصاد. ودي تشكيله من الاحماض النوويه للافنجرز واعدائهم. بيخطف ناس مهمه من جميع انحاء العالم بيبدلهم بسكرولز. بيموت ماريا هيل وبيموت تيلوس. بس المخطط ده بيتم احباطه على ايد نيك فيوري وجايا بنت تيلوس اللي بتموت جرافيك، وبتبقى اقوى حد في عالم مارفل السينمائي. هي دلوقتي عندها كل القدرات بتاعه السوبر هيروز والسوبر فيلنز اللي موجودين في عالم مارفل. الرئيس الامريكي بيعلن الحرب على السكرولز. بتتكون ميليشيات مسلحه بتموت اي حد هم شاكين ان هو سكرول. الوضع بيتأزم. نيك فيوري بيسيب كوكب الارض وبيروح حسات السلام اللي بين الكري والسكرولز، والمسلسل بيخلص على كده. المسلسل بيستكشف جوانب من نيك فيوري احنا ما شفناهاش فيه قبل كده، زي قلة الثقة والإيمان بقدراته، قلة الحيلة والعجز، الخوف والضعف، الندم على الأخطاء السابقة، وحتى الجانب العاطفي، وبنعرف إن هو متجوز واحدة سكرول. المسلسل نجح إن هو يبين العامل اللي نجح على أساسه الكوميكس، وهو هل فعلا أنت قادر تثق في أي حد؟ هل الشخص اللي قصادك ده وبتقول له أسرارك هل هو صديقك ولا هو سكرول متنكر؟ قلة الثقة والشك كانت موجودة طول الوقت في المسلسل، ونجحوا ان هم يوصلوها للمشاهدين. للأسف كان في بعض الإحباط اللي جه للمشاهدين ان هم ما شافوش الكروس اوفر بتاع الكوميكس بالظبط. بس الموضوع ده كان مفهوم نوعا ما، لان مارفل وديزني مش هتعرف تجيب كل الممثلين دول ان هم يظهروا في نفس المسلسل في نفس الوقت. بالاضافه ان في بعض الشخصيات لسه ما اتقدمتش اصلا. هو كان احسن حاجه في المسلسل ده هو تمثيل صامويل ال جاكسون. الراجل ده لما يجي يتكلم بيعرف يخطف الادوار الصراحه. بس كان في جوانب تانية في المسلسل كانت تضايق، يعني سرعه الاحداث كنت تحس ان فيها قلب وصربعه. المؤثرات البصريه ما كانتش احسن حاجه، بالاضافه ان الكتابه ما كانتش مميزه. المسلسل اخد تقييم 58% على روتن توميتوز و6.5 على اي ام دي بي. النقاد اشادوا بتمثيل صامويل ال جاكسون، واشادوا بفكره البطل الضعيف. يعني احنا دايما متعودين على البطل السوبر هيرو اللي بيحل كل المشاكل بسهوله ويسر. المره دي لا، احنا دلوقتي بنشوف بطل عجوز عاجز وحيد، والموضوع فيه واقعيه شويه. انا بالنسبه لي اقيم المسلسل ده اديله 7/10. هو مش احسن حاجه انا شفتها لمارفل، بس هو مش اسوأ حاجه. كمان كونه ان هو ميني سيريس و6 حلقات خلاه يخلص بسرعه، فانا مش حاسس بحاجه وحشه تجاهه. الاحداث اللي احنا شفناها دي بعد كده هتقود لاحداث مسلسل ارمور وورز من بطوله وور ماشين. واحنا عرفنا بالفعل من المخرج علي سليم ان وور ماشين مخطوف من احداث فيلم سيفل وور. الراجل بقاله حوالي 10 سنين ما يعرفش اي حاجه، لذا احنا متشوقين للمسلسل ده. بالاضافه ان احداث مسلسل سيكريت انفيجن هتقود لاحداث فيلم ذا مارفلس، بالاضافه لمسلسلات تانية زي واندا فيجن ومس مارفل. بس كده دي كانت حلقه سريعه عملنا فيها مراجعه على مسلسل سيكريت انفيجن. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في المسلسل ده، تديله كام من 10؟ ايه اكتر حاجه عجبتك فيه وايه اللي ضايقك فيه؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.